تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه مازيمبي في دوري ابطال افريقيا، الافضل من حيث تفاصيل المباراه، الافضل من حيث حاله وجاهزيه كل لاعب، الافضل من حيث طريقه لعب مازيمبي اللي هيلعبك بيها. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن حاجات مهمه جدا، بس ما تنساش يا صديقي ما دام وصلك الفيديو تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب، بقول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان نرشحه لغيرك فما تبخلش علينا بيه. هنتكلم عن التشكيل الافضل، وهتلاقيني في التشكيل حاطط محمود متولي اساسي مكان رامي ربيعه، وده لسببين. السبب الاول ان محمود متولي ما شاء الله في مباراه مازيمبي كان نازل تحس ان هو فت، لعب شوط كامل الحمد لله، الاصابه ما كانتش موجوده عنده الحمد لله، خرج سليم. اذا محمود متولي جاهز بدنيا، ومحمود متولي فنيا بيتوقع الكره بشكل صحيح، يقدر يفسد المرتدات بتاعه فريق مازيمبي بالتوقع الصحيح، ويقدر يلعب جيم محترم وقوي جدا. والسبب الثاني ان رامي ربيعه بدنيا مش في افضل مستوى ليه، لانه مرهق بشكل كبير جدا، وكمان رامي ربيعه تحس ان وزنه زايد فبطيء بشكل كبير جدا. في كره الزمالك لو كان ما عملش تاكلينج، لو كان خد سبرنت بس واسع كان طلع الكوره وهو واقف. فرامي ربيعه محتاج ان هو ينزل شويه في الوزن، ومحتاج ان هو يكون بدني اقوى من كده. وكمان فريق مازيمبي مش محتاج ان انت تتهور معاه، علشان كده محمود متولي بالنسبه لي اساسي. كمان مروان عطيه لو جاهز بنسبه 100%، فوجود مروان عطيه في مركز رقم 6 لا غنى عنه، لان مروان عطيه هو القشاش اللي موجود في نص الملعب، هو اللي بيتوقع بشكل صحيح، هو اللي بيروح للكوره وبيفسد الهجمه من اقرب نقطه، سواء خلف الباكات سواء خلف لاعبي خط النص، وبيضغط بشكل عالي. وكمان مروان عطيه زي ما قلنا بيقدر ان هو يفسد الهجمه من اي مكان في الملعب. دول 2 لعيبه ان شاء الله وجودهم يكون اساسي لو مروان عطيه جاهز. كمان قفشه على حساب السوليه في نص الملعب، وده لسببين. السبب الاول ان انت في الملعب ده عايز تخلق فرص كتير، وقفشه حتى لو في اوقات ما بيكونش في مستواه، لكن قفشه قادر ان هو بباص واحد يوصل المهاجم لمرمى الخصم ويكون منفرد، قادر بباص واحد يوصل الجناح اليمين او الشمال ويخليه هو جون واحد. فده مهم جدا ان انت تخلق فرص، وبباص باسيست من قفشه تقدر تعمل ده. والسبب الثاني ان عمرو السوليه بصراحه الماتش اللي فات في مباراه مازيمبي كان عنده ميس باص كتير وما كانش في قمه مستواه، وكمان عمرو السوليه في مباراه سيمبا كان نفس الشيء حتى لو سجل هدف. فوجود قفشه في مركز صانع الالعاب هيفرق كتير جدا. بالنسبه للتشكيل، في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع محمود متولي مع محمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول. في نص الملعب لو مروان عطيه جاهز بنسبه 100%، فمروان عطيه في مركز رقم 6، على يمينه قفشه، على شماله احمد نبيل كوكا. في الثلاثي الامامي رضا سليم على اليمين، اسامه ابو علي كراس حربه، والناحيه الثانيه على الشمال احمد عبد القادر لا غنى عنه. احمد عبد القادر قادر ان هو يصنع او يعمل مباراه كبيره جدا. احمد عبد القادر ما قدرش يعمل مراوغات ناجحه قدام مازيمبي لان الملعب ما يتلعبش عليه كوره، لكن احمد عبد القادر على ارضيه ملعب زي ملعب القاهره يقدر يصنع الفارق، ويقدر يراوغ واحد واثنين، ويقدر ان هو يعمل اسيست. فوجود احمد عبد القادر على الشمال مهم جدا، كمان وجود رضا سليم على اليمين مهم جدا، مع اسامه ابو علي لا غنى عنه يكون موجود في راس الحربه. ده التشكيل الافضل والانسب. يكون عندك على الدكه بيرسي تاو، كريم ندفيد، يكون عندك على الدكه كهربا، يكون عندك على الدكه اكرم توفيق، لعيبه مؤثره تقدر تدخل وتصنع الفارق. لكن التشكيل اللي انت لازم تبدا بيه يكون تشكيل واقعي، تشكيل قوي، يكون اقرب للمكسب. كل ما تبدا بتشكيل فيه قوه يكون نسبه الفوز عندك اكتر. لازم تبقى عامل حسابك في كده، اللي خلاك تلعب المباراه اللي فاتت بشكل كويس ان انت بدات المباراه قوي، بدات المباراه بتشكيل قوي، تشكيل قدر ان هو يصنع الفارق، وقدر ان هو يخرج بالمباراه باللي انت عايزه. علشان كده لازم نبدا بقوتنا الضربه، وعندنا على الدكه زي ما قلت هيكون موجود معاك لعيبه تقيله تقدر تصنع الفارق. في الشوط الثاني السوليه ممكن يقدر بخبراته الشوط الثاني ينزل يقفل الملعب، ممكن كمان اكرم توفيق ينزل في نص الملعب او ينزل مكان محمد هاني، ممكن كهربا لو احتجت ان انت تزود لاعب في خط الهجوم كهربا موجود، بيرسي تاو موجود، ده كله موجود في الاهلي. ان شاء الله التشكيل ده يكون الاقرب والافضل للاهلي، وان شاء الله نبدا بيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده، لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت الفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.